السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح التفاؤل، يا صباح الجمال، يا صباح كل حاجة حلوة. طبعا وحشتوني جدا جدا. النهاردة هعمل معاكم روتين خفيف كده. طبعا انا فتحت عيني زي ما انتوا عارفين على غسيل. يا غسيل عايز يتحط في الغسالة، يا غسيل عايز يتنشر، يا غسيل عايز يتطبق. دي اول حاجة بنعملها في يومنا اللي احنا بنبتديه، وبعد كده بنشوف ورانا ايه. انا قلت لكم كذا مرة ان انا بحط غسيلي في الغسالة الاول، وبعد كده بقى ابتدي ان انا اشوف ايه اللي ورايا تاني هعمله. بدأت اهو ان انا احط غسيل في الغسالة زي ما انتوا شايفين. كان عندي النهاردة فرش غسلته، قلت اغسله. وكمان قلت بقى ايه، اظبط الغسالة كده واسيبها شغالة واشوف ايه هعمل ايه وانا والغسالة شغالة. عبل ما اخلص اللي انا بعمله هتكون ايه، الغسالة خلصت غسيل. طبعا هنا الغسالة بتسحب مية، فهي بتسحب مية انا ايه اغسل المواعين بالمرة، يعني استهلاك حاجة واحدة. انا عندي المية بالموتور. تمام تمام. كان في شوية مواعين مش كتير، اللي هم بتوع الفطار كده، كوبايات طبقين وحاجات كده بسيطة. فقلت ايه ان انا اغسلهم في ايدي كده وانا واقفة. زي ما انتوا عارفين هتبدأوا بقى كل سنة وانتم طيبين داخلين على المدارس، رتبوا يومكم بقى عشان تعرفوا تغسلوا امتى. اه تصحوا بدري وقتكم امتى عشان خاطر تغسلوا مواعينكم، ما تبيتوش طبعا مواعين في الحوض. طبعا حاولوا تعملوا اكلكم على يومين عشان يبقى عندكم فرصة ان انتوا تقعدوا مع اولادكم تشوفوا ايه اللي ناقصهم، وراهم ايه، محتاجينكم في ايه. لازم تبقوا جنب ولادكم في كل حاجة. اول دخول المدارس ده بيبقى ليه رهبة يا جماعة، فطبعا لازم تبقوا انتوا موجودين جنبهم عشان يطمنوا بيكم. إيه طبعا الحاجات دي كلكم اكيد عارفينها، بس احنا بنعيدها على بعض. ادعوا لي كده ان شاء الله كده عقبال ما اشوف بنتي كده وهي داخله المدرسه. انا لسه ما عنديش حد في مدرسه، بس ادعوا لي كده يا رب كده اشوف بنتي وهي داخله المدرسه، يا رب يفرحكم بولادكم ويجعلها سنه خير كده، ووشها حلو عليكم وكلها تفاؤل وبالنجاح وبالتفوق، وتعدي كده سنه زي الفل ان شاء الله عليكم كلكم. طبعا وانا اهو بدات غسلت الكوبايات اهو، وقلت ان انا إيه اشطفها معاكم اهو زي ما انتم شايفين. بعمل واحده واحده. قسمي بقى ايه زي ما انتوا عارفين، هتقسمي وقتك. اليوم اللي عندك فيه اكل تظبطي بقى فيه، تكوني حاجه ناقصاكي عايز تعمليها علشان لما ولادك يرجعوا يبقى انت فاضيه لهم وقاعده لهم. إيه عايزه تساعديهم في اي حاجه. اليوم اللي هتعملي فيه اكل، طبعا ما بتعمليش فيه بقى، مبقاش وراكي روتين ولا اي حاجه في البيت. بتبقي غاسله في اليوم اللي انت برضو عندك فيه اكل كده. يعني انت بتظبطي يومك عشان تعرفي ان انت إيه تمشيه بنظام. وطبعا كلكم ان شاء الله هتصحوا بدري. والصحيان بدري ده نشاط. لما تصحوا بدري بقى ايه ان شاء الله هتلاقوا يومكم كده ايه بخيره، في وقت وتحسوا ان فايض منكم الوقت ان شاء الله كده. ربنا يجعل يومكم كله ايه في بركه. انا قلت بعد ما غسلت حطيت الغسيل في الغساله، عمل ما يتغسل ونشره. كان عندي شويه مواعين، ما كانش عندي حاجات كتير خالص النهارده زي ما انتم شايفين. وقلت ايه اغسلهم كده وانا واقفه معاكم، وبعدين ايه اشوف برضو ايه اللي ورايا تاني. انا طبعا كان عندي اكل من امبارح، فطبعا اليوم اللي بيبقى عندي اكل فيه من امبارح ده طبعا كلكم بتبقوا فرحانين جدا ان انتوا عندكم اكل والكلام ده. يعني بيبقى حاسين ان اليوم كده حلو. اليوم بقى اللي انت بتبقي صاحيه فيه مش عارفه اصلا هتعملي اكل ايه ولا اي حاجه، بتحسي ان انت لسه هتفكري ولسه مش عارفه هتاكلوا ايه. والاكل ده طبعا حاجه حيره جدا، لان في ده بيحب حاجه وده ما بيحبهاش. في ده بياكل حاجه وده ما بياكلهاش. فطبعا بتظبطي بقى، تبقى دماغك شغاله طول ما انت نايمه بتفكري هتعملي اكل ايه بكره. انما لما بيبقى عندك اكل بيبقى بالنسبه لك ان انت ايه، يعني الحمد لله اليوم عدى كده الحمد لله، والاكل وهيبقى يوم خفيف وما فيهوش اي حاجه. انا خلصت معاكم المواعين كده زي ما انتم شايفين. وكان عندي طبعا البوتاجاز كده زي ما انتم شايفين. انا طبعا ربنا ما يقطع لي عاده، دايما القهوه بتفور مني على البوتاجاز، فطبعا بضطر ان انا اغسل البوتاجاز على طول حتى لو معلوش اي حاجه. بغسل البوتاجاز. شلت العيون طبعا هتتغسل، والحمالات زي ما انتم شايفين. وهبتدي بقى ان انا اغسل البوتاجاز. النهارده ما كانش محتاج معايا ان انا ارش ولا اي حاجه، لان هو كان بس عايز يعني تصبينه كده، ما فيهوش اي حاجه الحمد لله زي ما انتم شايفين. وبدات ان انا اغسله، وطبعا همسحه. وانا طبعا اهو بعد ما بمسحه ربنا ما يقطع لي عاده، ممكن ان انا افور القهوه عليه تاني. يعني دايما حتى لو لسه غسلاه ممكن القهوه تفور مني انساها، احطها على النار وانساها. دايما بتفور مني. بس بقول ايه الحمد لله على كل حال. انا يعني الحمد لله كده عايزاكم تدعوا لي كده ان ربنا يعدي لي الايام الجايه دي على خير. انتوا لو تلاحظوا ان انا حتى مش قادره ان انا اتكلم قوي
حاسه بعمل مجهود وانا بتكلم، تعبانه شويه. يا ريتكم يا رب كده، اتمنى منكم كلكم دعوه حلوه كده ليا من القلب للقلب، هتوصلي على طول على فكره. وزي ما انتوا شايفين كده كنت خلصت البوتاجاز وغسلت الحمالات وكده. كنت بقى جايبه لهم ايه، بطاطا. انا طبعا طول ما البطاطا دي في السوق والموسم بتاعها انا ما بقطعهاش من البيت. عايزه اقول لكم البطاطا دي جميله جدا ومغذيه وحلوه قوي، يعني مفيده جدا ليكي ولاطفالك. بس انا بقى ايه، طبعا لو جبت كميه ما بعملهاش كلها. يعني البطاطا لو انت مثلا جايبه كميه وعملتيها كلها في الفرن مره واحده، لما بتقعد يومين ثلاثه طعمها بيبقى مش حلو. لكن لما تكوني جايبه كميه تعملي كده مثلا حبه حبه تاكليها طازه بطازه، بتبقى حلوه. وفي كذا طريقه للبطاطا هبقى اعملها لكم عشان تعرفوها. خصوصا بقى اللي احنا داخل علينا الشتاء، والبطاطا دي بتبقى حاجه بقى ايه، بتدفي بقى، تحطيها في الفرن بقى وتعمليها بالسمنه وبالقشطه. بتبقى حاجه يعني كده جميله جدا ومغذيه جدا. بتهيألي كل الناس بتحبها، حتى ولادك اكيد بيحبوها. فانت طول ما هي متوفره في السوق، انت حاولي ان انت على قد ما تقدري ما تقطعهوش. انا كنت حطيتها في الفرن اهو، طلعتها زي ما انتوا شايفين كده. كنت شويتها، انا بحب اشويها بس كده في الفرن. في ناس بتعملها من فوق من على البوتاجاز من فوق عادي، زي ما انت عايزه، زي ما انت الطريقه اللي انت بتحبيها اعملي بيها. اديني حطيت البطاطا وطلعت معايا. وكمان كنت خلصت الغسيل اهو بتاعي ونشرته. عمل ما خلصت اللي قلت لكم اللي ورايا، ما كانش ورايا حاجات كتير. كانت الغساله خلصت وشطفت طبعا، وكنت ايه نشرت الغسيل كده. والحمد لله كان روتين خفيف، واليوم كان حلو على كده. يا رب كده يكون روتيني خفيف على قلبكم وعجبكم، واكون دايما عند حسن ظنكم، واكون يا رب كده بنفيدوا بعض بمعلومه وندي بعض طاقه ايجابيه، ونشجع بعض على الحاجات كده حتى ولو كانت خفيفه، علشان يومنا يعدي. وان شاء الله كل ايامكم تعدي على خير. ما تنسونوش بقى بالدعوه الحلوه من قلبكم، وهتوصل لي من قلبكم لقلبي ان شاء الله. واكون دايما يا رب عند حسن ظنكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك في قناتي. دبري ووفري في مطبخ نوجة، وربنا يحسن ما بين ايديكم.